الحريات بنقابة المحامين. أستاذ أحمد، بداية لو نطمئن، يعني وردت إلينا أنباء عن أن قوات الأمن قامت باحتجازكم لعدة ساعات. لو تطلعنا على ملابسات هذه الواقعة بداية قبل أن ندخل إلى قراءتك القانونية لمحاكمة الدكتور محمد مرسي اليوم. هو الحقيقه ان موضوع القبض كان بسبب نفس القضيه اللي انتم بتناقشوها النهارده. احنا كنا بنعمل فيلم وثائقي عن الاتحاديه. كان المفروض ان انا بدرس اوراق القضيه وبحللها كرأي قانوني. واحنا بنصور جوه المكتب، يبدو ان المكتب كان متراقب، فهم تخيلوا ان احنا بنعمل بث مباشر للجزيره. فظبطوا ورقهم على كده ان دي قضيه بث مباشر للجزيره، ونزلوا فعلا اقتحموا المكتب. طبعا اقتحام مخالف للقانون تماما، لان تفتيش مكتب المحامي بيكون بمعرفه رئيس نيابه كليه. لكن طبعا الكلام ده كله قانون. القانون بقى نبوسه ونحطه جنب الحيطه ده ملوش لازمه، لان لو رحت للنيابه قلت الكلام ده برضه هاخد 15. قبضوا علينا وقبضوا على الطاقم. امتى تحديدا ده استاذ احمد حصل؟ نعم، امتى حصل ده تحديدا؟ الكلام ده كان اول امبارح حدود الساعه 11 بالليل تقريبا. قبضوا علينا ورحنا لغايه القسم، كان الامن الوطني موجود في القسم، واتناقشنا مع بعض. انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا بتشتغلوا مع الجزيره؟ فقلت لهم لا، دي شركه خاصه بتنتج فيلم وبتبيعوا لاي قناه، القناه اللي عايزه تشتري مش شرط تكون الجزيره. فضلوا يروحوا في الورق يمين شمال، حرزوا ورق القضيه كله بتاع الاتحاديه. في الاخر شافوا ان القضيه مش هتمشي. قعدنا عندهم كده بتاع ساعتين، بعد كده تم اخلاء سبيل الجميع، والحمد لله الموضوع انتهى على خير. طيب، هذا فيما يتعلق بواقعة الاحتجاز. ماذا فيما يتعلق بالقضية برمتها، قضية قصر الاتحادية، وقراءتك القانونية لهذه الجلسة؟ ما الذي سيتم فيها؟ هو الحقيقه انا بمناسبه الفيلم اللي احنا كنا بنعمله ده، انا اطلعت على القضيه كامله. يعني قعدت حوالي بتاع اسبوعين كاملين بطلع على القضيه كبيره جدا، حوالي 54 جزء. فيها كلام كتير جدا، وفيها تفاصيل لو اتفتحت، بس هي محتاجه قاضي. ممكن تدخل متهمين حقيقيين، يعني في متهمين حقيقيين ممكن ينزلوا في القضيه دي. في ملاحظات كتير جدا ممكن تشوفها على القضيه. القضيه متبروز فيها قوي الشهيد الله يرحمه الحسين ابو ضيف باهداف سياسيه. كل اللي جري ورا الحسين يجري وراه باهداف سياسيه وباراء موجهه. لكن لما تبص على اوراق القضيه تكتشف ان مكان مقتل الحسيني هو نفسه مكان مقتل بقيه التسعه اللي موجودين في القضيه، باستثناء الاولاني اللي هو اسمه محمد. هو نفس المكان ازاي يا فندم؟ يعني اذا كان في طرفين، في طرف مؤيد في الفتره دي وطرف معارض، والاثنين يعني كان في حاله اشتباك ما بينهم، هل ده معناه ان الحسين ابو ضيف يعني كان واقف مع التسعه التانيين اللي اتقتلوا، او التسعه التانيين كانوا واقفين مع الحسين ابو ضيف في الجهه الاخرى؟ لا لا لا، هي الاحداث كلها بتحصل في نطاق ما بعد نادي هليوبلس وحتى تقاطع الخليفه المأمون. معظم الاحداث حصلت قدام بنزينه مصر البترول. فاحنا بنتكلم في منطقه نطاقها حوالي 50 متر، مع شارع جانبي قتل فيه 2. يعني في 8 قتلوا في المنطقه دي، وفي 2 قتلوا في الشارع الجانبي، وكنت على بعضها في حدود 50 متر. فده معناه ان المساله متبادله بين الاثنين، اللي بيقتل هنا بيقتل هنا. هتلاحظ ايضا ان اصابه الحسين ابو ضيف هي نفسها اصابه 2 من الاخوان. يعني في عندي من ال10 3 مصابين بطلق ناري اخترقوا الجمجمه واستقر في المخ. معنى كده ان برضه طريقه الاصابه كانت محدده وواضحه وباينه مقصوده. يلاحظ ايضا ان في ذات المكان ال 50 متر اللي احنا بنتكلم عليهم دول، عندي 27 اصابه طلق ناري. ده غير اللي اتقتلوا بقى، يعني اتقتلوا 10 بطلق ناري. عندي 27 اصابه طلق ناري، منهم 2 حالتين شلل تام. الاصابه ادت لحدوث شلل، واحده شلل نصف وواحده شلل تام. ال 27 دول منهم 2 معارضه، 25 اخوان. يلاحظ ايضا ان في 27 منهم 22 معارضه، 2 معارضه، 25 اخوان. 2 معارضه و25 اخوان. دي طلق ناري ما بين الرجل وبين الكتف وبين البطن، بس لم تؤدي للوفاه. في نفس المكان برضه، نفس ال 50 متر دول، هتلاقي 17 حاله فقد ابصار نتيجه الخرطوش، زي بالظبط محمد محمود.
بالعكس ده اصابات محمد محمود عددها اقل شويه من اصابات الاتحاديه. كلهم حالات فقد ابصار باحد العينين نتيجه اصابه فرج خرطوش. لو قدرت بقى تحط الصوره العامه للمنظر ده هتفهم ان منطقه في حدود لا تتجاوز 50 متر حصل فيها كميه طلق ناري بهذا الشكل. حدد لي بقى مين اللي اطلق النار دي. عندي مجموعه اعيره مختلفه. طلقه عيار 5 و5 مللي، طلقه عيار 6 و3 مللي، طلقه عيار 7 و2 مللي، طلقه عيار 9 مللي. دي اجمالي الاعيره اللي اتحرزت في القضيه واللي طالعه من التقرير الطبي الكشف الطبي. معنى كده ان كان في انواع متعدده من الاسلحه مستجده. يضاف الى ذلك بقى، حضرتك معايا؟ ايوه مع حضرتك، اتفضل. الو، ايوه مع حضرتك يا استاذ احمد. يضاف الى ذلك احنا بالنسبه للحسين ابو ضيف لما حددنا موقع اغتياله كان او استشهاده كان على الجزيره اللي بتتوسط شارع الخليفه المأمون، تتقاطع الخليفه المأمون مع المرجاني. المعروف ان الحسين الله يرحمه هو صديقنا طبعا كان طويل، هو اطول مني، يعني لو انا طولي 185 سم ممكن الحسين يجيب حوالي 195 سم. وكان واقف فوق الجزيره اللي في وسط الشارع، والجزيره دي تعمل لها حوالي متر و20 سم. معنى كده ان احنا بنتكلم في اصابه على ارتفاع يقارب 3 متر. معنى كده ان الاصابه ما تجيش من مسافه ارضيه، دي جايه من مسافه مرتفعه. يعني اللي ضربوا من مسافه عاليه، مش من مسافه ارضيه ولا من المواجهه ولا في وشه. تفاجئ بقى في الورق ان في شاهد اسمه مجدي ده تقدم للنيابه ببلاغ بيقول فيه انه شاف عقار رقم 49 شارع الخليفه المأمون، في ناس بتعتلي في سوبر ماركت اسمه فاميلي ماركت وبتطلع فوق البلكونه وبتطلق عياره ناريه من هناك. ووصف تحديدا الشخص اللي بيطلق العيار الناري منه وبيقول انه كان بيدخل البلكونه يضرب طلقه وبعدين يدخل تاني ويخرج بعد 5 دقائق يضرب كمان طلقه ويخرج تاني. والنيابه نزلت عملت معاينه بالفعل للعقار ده وسالت الشهود اللي فيه وسالت البواب والسكان واصحاب الشقه. منهم طبيبه ده المعمل بتاعه العياده بتاعتها قالت فعلا ان العياده بتاعتها اقتحمت في الوقت ده وانهم احتلوا البلكونه وكانوا بيضربوا منها نار. لكن النيابه لما نزلت تعيين ما لقتش اي صواريخ لاعيره ناريه في البلكونه. لكن شهاده الشاهد واضحه قوي، بتقول ان في شخص كان واقف في البلكونه دي وبيضرب نار. 2 حالتين من الاصابات الطلق الناري قالوا ان هم اتصابوا في نفس الشارع ده تحت البلكونه دي او قريب منها يعني. وقالوا ان في حالتين من حالات الوفاه حصلت في نفس الشارع ده اللي فيه العماره دي. ده تصوير ظاهره جدا ان كان في ناس من الكتله المعارضه كانت محتله عقار وبتطلق منه اعيره ناريه وان هي اصابت وقتلت. كل المصابين في الدعوه عددهم كبير جدا، بحرر بهم محاضر النيابه محققه معاهم كلهم اتهموا جبهه الانقاذ، حددوا في اتهاماتهم تحديدا البلدعي وحمدين وسامح عاشور وعمرو موسى، وقالوا ان احنا بنتهم دول بانهم وراء التحريض بقتلنا. الكلام ده معمول بيه كام محضر في النيابه؟ حاجه تتجاوز ال 120 130 محضر. 120 محضر بيتهموا قاده جبهه الانقاذ الوطني بالتحريض. بالظبط كده. وده حصرا يعني ده حصرا انا عملته بالورقه والقلم لمحاضر سؤال النيابه للمصابين في مستشفى هليوبلس وفي النيابه بعد كده لما قدموا طلب بسماع اقوالهم. معنى كده ان انا عندي يتهم محمد مرسي والاخوان ومكتب الارشاد بانه كان وراء التحريض لهذه الاحداث، وعندي جزء ثاني بيتهم جبهه الانقاذ بقيادتها الاربعه بانهم وراء التحريض لهذه الاحداث. فجاه بتيجي النيابه تستبعد الجزء الثاني ده خالص ما تبصلوش وتشتغل على الجزء الاولاني، وكأن كل الاصابات دي وكل القتل ده وكل حالات الشلل وفقد الابصار دي مش موجوده في الورق. اوراق القضيه تتجاوز ال 9000 ورقه فيها كميه اصابات رهيبه. 9000 ورقه يعني تقريبا. يعني فيها كميات الاصابات كثيره جدا جدا. يعني واصابات ثقيله صعبه، فقد ابصار وشلل نصفي وحاجات صعبه يعني. النيابه كانها لم ترى هذا تماما. النيابه وهي بتحقق في جزء يعني ما قبل 30/6 تحس ان هي ماشيه في اتجاه، وبعد 30/6 تتحول فجاه تدور ظهرها وتمشي في الاتجاه الثاني. التوجيه السياسي للتحقيقات واضح وضوح لا تخطئه عين. ازاي يا فندم؟ لو انت بتحقق جنائي صح، انت عندك مصاب من هنا وعندك مصاب من هنا، عندك قتيل من هنا وعندك قتيل من هنا.
اللي هنا بيتهم ده واللي هنا بيتهم ده، يا الاثنين ينزلوا متهمين يا الاثنين يطلعوا من الاتهام. ده المنطق اللي بيمشي عليه اي بحث جنائي في الدنيا. لكن الشيء الغريب ان النيابه تبقى ماشيه صح جدا في بدايه الاحداث وتنزل وتعاين وتعمل شغلها صح، وتفاجئ ان الاوراق بتلف بعد 30/6 ويبدا توجيهها توجيه سياسي وتوجيه غريب. يعني تحس ان هو موجهها ماشيه ويطلب تحريات امن وطني، فتيجي تحريات الامن الوطني وتحريات المخابرات العامه تبدا تقول الرئيس المعزول والجماعه نرجع بقى للهجه ما قبل 25 يناير. اول ما تشوف الورق ده تفهم على طول خلاص الورق اتوجه. لكن من وسط اوراق قضيه الاتحاديه هتطلع بشويه رسائل ظريفه يعني، منهم طريقه التحقيق مع محمد مرسي، منهم التحقيق مع اسعد الشيخه، التحقيق مع احمد عبد العاطي، وده كان عامل شو حلو قوي في التحقيق بتاعه. كان ده المفروض ان هو مدير مكتب رئيس الجمهوريه تقريبا. لما الانتقال ليه كان جوه مديريه امن القاهره في حدود يوم 3/8. الحاجه الظريفه اللي هو عملها، هو ذكي جدا. اول ما النيابه انتقلت له بناء على اختار من مديريه امن القاهره بالقبض عليه، اول جزء في اقواله حدد كل اللي كان بيحصل جوه الحرس الجمهوري. يعني مجرد ما قالوا له ازيك احنا النيابه العامه جايين نحقق معاه، قال لهم انا كنت محتجز في الحرس الجمهوري من يوم 3/7 وتفاصيل المحتجزين في الحرس الجمهوري وقام رصصهم كلهم. قال اسامي كل الناس اللي جوه الحرس الجمهوري ومين اللي قبض عليهم. قائد الحرس الجمهوري واودعهم ارض الاتصالات بالحرس الجمهوري في تاريخ 3/7. عدد اللي موجودين وعدهم حوالي 7، ما فيش منهم الرئيس مرسي وما فيش منهم الطاقم الرئاسه اللي هم مساعدين الرئيس. وده معناه ان محمد مرسي ما دخلش الحرس الجمهوري من اصله، عكس الكلام اللي السيسي كان بيقوله انه كان في الحرس الجمهوري وبتاع وسبب لنا في مجزره. طلع ما فيش محمد مرسي جوه الحرس الجمهوري من اصله. الوصف اللي وصفه احمد عبد العاطي لارض الاتصالات في الحرس الجمهوري كان وصف دقيق جدا. وصف الارض ووصف النادي وقال هو دخلوا فين ومين محتجز وعددهم قد ايه وقعدوا فتره قد ايه. بعت رساله لاي محامي يقرا الورق ده يفهم على طول تفاصيل الحرس الجمهوري كانت عامله ازاي. التحقيق مره اخرى لما تيجي تشوف تحقيقات مثلا الدكتور محمد مرسي، تلاقي النيابه يعني انت وانت بتقول مثلا ان الناس موجوده في السجن ترى وتيجي تزور لهم جلسه تجديد. بتقول ايه؟ انتقلنا بصحبه فلان الى سجن ترى واتخذنا من مكتب مأمور السجن مقرا للتحقيق. لكن يجي بقى في جلسه التحقيق الدكتور محمد مرسي ما يقولش هو رايح فين. هو يقول جالنا اخطار بوجود الدكتور محمد مرسي، استقلنا طائره ما يقولش استقلها منين، ومشينا ما يقولش ماشي فين، وبعدين وصلنا الى المكان، انهي مكان اللي انت وصلت له ما يقولش. ثم بشرنا التحقيق، طب خدت انهي مكان غرفه التحقيق ما يقولش. مفيش نيابه في الدنيا تعمل كده. انت لازم مكان التحقيق يكون محدد وصريح، انت انتقلت فين، كنت موجود فين. بيصطحب معاه دايما محامي خاص بيه بالنيابه. يعني لو فاجئ بيه انه انتدب محامي، المحامي ده مكتبه في مصر الجديده واخده معاه في كل حته، رايح للدكتور مرسي راكب الطياره واخده معاه، رايح يحقق مع اسعد الشيخه واخده معاه، رايح يحقق مع صفوت حجازي واخده معاه. يعني جايب محامي بمزاجه. وكل واحد منهم يقول له انا المحامي بتاعي فلان الفلاني، حددوا محاميهم، انا بطلب حضور المحامي بتاعي، ولا اكن النيابه موجوده تطنش خالص. طيب ايه هو الاساس والسياق الذي اتهم فيه احمد عبد العاطي واسعد شيخه وعصام العريان ومحمد البلتاجي في هذه القضيه؟ يعني على اي اساس؟ هو كان يعني الفرق في طقم الرئاسه ومجموعه الرئاسه بيتهمهم انهم كانوا محرضين للاحداث، وانهم دعوا انصارهم للنزول للاتحاديه للتصدي للمعارضه اللي موجوده، وان التحريض ده نتج عنه الاصابات والقتل. البلتاجي وصفوت حجازي وبقيه المجموعه كلها بيتهموا انهم محدثين للفعل، يعني هم مارسوا واحتجزوا وعذبوا واصابوا. ده التمييز اللي بينهم في الوقت. لكن ما فيش اتهام بالقتل لحد معين. لا، الاتهام بالتحريض، الاتهام بالقتل مستحيل، لانك انت في وسط حدث فيه الاف الناس بتجري في الشارع في وقت المكان ضلمه جدا، وفي 10 اصابات كلها زي بعضها وفي نفس المكان، ما تقدرش تعرف الطلقه دي جايه من مين ولا من مين. انك تقول ان انت متهم بقتل فلان مستحيل، لكن انت متهم بالتحريض على قتل فلان مشيت معاه. فبقت القضيه نازله بمحرض من غير فاعل اصلي. طب هل عقوبه التحريض تساوي عقوبه القتل يعني او هي قريبه منها استاذ احمد؟ هي يعتبر شريك في الجريمه.
يعني كجنائي، كلام جنائي بحت مش سياسي. المحرض هو الشريك في الجريمه. لكن لا يتصور وجود محرض وعدم وجود فاعل اصلي. يعني الاصلي على مسرح الجريمه هو رقم واحد، ويجي وراه الشريك، محرض، مساعد، اشترك. لكن في القضيه دي انت ما تلاقيش فاعل اصلي خالص، وده اللي بيخلي القضيه تاخد طابع سياسي اكتر منها طابع جنائي. طيب، فيما يتعلق ببعض الإجراءات اللي حضرتك تحدثت عنها، زي مكان التحقيق غير المعلوم وانتداب محامي من النيابة، وإن النيابة ما بتكتبش المكان، هي بتروح في أي مكان وبتحقق في أي مكان، هل دي كل الأمور دي تخل بسير هذه العملية، عملية التقاضي هذه بشكل معين، ولا مش بتؤثر بشكل مباشر فيها؟ لو احنا قدام قضاء يعني في قاضي جنائي حقيقي هينظر الموضوع، لا دي طبعا اسمها ضمانات المتهم. في ضمانات المتهم وضمانات الدفاع. ضمانات المتهم طبعا اي متهم ليه ضمانات. ضماناته انه يحضر محامي في تحقيق، لان التحقيق جنايه. ضماناته انه يكون عارف هو فين. ضماناته انه يكون تم احتجازه وضبطه بشكل صحيح. يعني اللي جاي دلوقتي خلي بالك ان اوراق الاتحاديه ما فيهاش امر ضبط واحضار باسم الدكتور محمد مرسي، وما فيهاش القبض على محمد مرسي من اصله. هو ضبطه على ذمه قضيه ثانيه، مش ظاهر رقمها بس في قضيه لا عفوا، المعلومه دي ثانيه يا استاذ احمد بعد اذنك. يعني الدكتور محمد مرسي لم يتم القبض عليه بمناسبه قضيه الاتحاديه. ما فيش في الاوراق ما يفيد نأمر نحن النيابه العامه بضبط محمد مرسي. لكن هو محتجز على ذمه قضايا ثانيه، فدخلوا القضيه دي مع القضايا الثانيه، يعني بما انه كده محتجز. اشار من بعيد في جلسه التحقيق بتاعه انه محجوز على ذمه القضيه رقم كذا، حاجه كده بعيده شويه. ما شفتهاش الحقيقه، مش عارف هي قضيه ايه. لكن ما فيش اي حاجه تفيد ان النيابه امرت بضبطه واحضار. دي قضيه رابعه دي بقى، غير قضيه وادي النطرون وقضيه التخابر. ما الحقيقه مش عارف، لان انا مش شغال فيها، بس هي رقمها موجود عندي، انا شفته في الورق. لان انا كنت بحاول ابحث ازاي النيابه انتقلت للتحقيق معاه وهي مش امره بضبطه واحضار. حتى امر ضبطه والاحضار بتاع خيرت الشاطر وبقيه المجموعه كلها جاي بعد تاريخ القبض عليهم. يعني جاي في حدود حاجه 8، يعني 14 كام، في اواخر شهر 8 تقريبا. لكن الدكتور محمد مرسي ملوش ذكر اطلاقا في قضيه الاتحاديه. النيابه انتقلت للتحقيق معاه وهو مقبوض عليه، مش هي اللي اذنت بالقبض عليه. طيب، هل مكتوب في القضيه التحقيق معاه؟ هو مش مكتوب يعني مكان زي ما انا عرفت من حضرتك، لكن هل مكتوب توقيت معين للمحاكمه دي او للتحقيق معاه، قصدي من قبل النيابه؟ كان يوم 16/8 الساعه. يوم 16/8. هل مكتوب الساعه تحديدا؟ اظن انه انتقل مساء في حدود الساعه 11 مساء، وانهى التحقيق الساعه 6 الصبح. اثبت عودته للنيابه الساعه 6 الصبح. 11 مساء ل 6 الصبح. طيب استاذ احمد، فيما يتعلق بسير القضيه دي، يعني الى اين تتجه من وجهه نظرك، يعني في ظل هذه الاجواء المسيسه التي نعيشها الان؟ وهل من الممكن الطعن عليها امام جهات قضائيه في مصر او حتى خارج مصر؟ يعني خارج مصر ممكن. اظن ان بعد ما القضيه تنتهي من كل درجات التقاضي بتاعها، يجوز ان احنا نلجا للمحكمه الجنائيه الافريقيه بخصوص القضيه دي، خاصه ان الحكم وده الغالب مش هيصدر بشكل حيادي. مسار القضيه هو مسار سياسي. يعني اما ان ينتصر الانقلاب فيتحكم على الناس دي كلها، وساعتها هيبقى في مؤبدات بقى وهيبقى في اعدام، هتبقى الاحكام عاليه يعني. او انه ما يعرفش يمشي فانقلابه يقع منه فتنتهي القضيه. يعني لا تنتظر نهايه محدده، النهايه هي حسب السيناريو السياسي، المنتصر هو اللي هيكسب في القضيه دي. طيب، لا لكن المحكمه الجنائيه الافريقيه ايه اللي ممكن تقدمه او ايه اللي ممكن تعمله، يعني في حاله ان انتم تقدمتم بطعن ليها او شكوى ليها؟ يعني هي كل اللي بتعمله انها بتصدر احكام بوقف تنفيذ الاحكام. يعني الكلام ده قبل كده الاستاذ حسام بهجت مثلا عمله في قضيه طابه، تفجيرات طابه، لما اتحكم علينا ب5 اعدام فيها، عمل طعن على القضيه في المحكمه الجنائيه الافريقيه، وخد لنا فعلا حكم بوقف تنفيذ احكام الاعدام بالغائها. يعني ممكن الدوله ما تلتزمش
ماشي، لكن في نفس الوقت الحقيقه هي ما نفذتش احكام الاعدام. يعتبر في المجمل هو حكم جنائي دولي، يعني بالنسبه للدوله ليها التزامات دوليه، هيقف قدامها كتير وهيضايقها كتير يعني. مش هتقدر تلتفت عنه بسهوله يعني. يعني لو المحكمة الجنائية الأفريقية اتخذت قرار معين فمصر ملزمة إن هي تمتثل ليه؟ هو المفروض كده، بس عادة الحقيقة مصر ما بتلتزمش يعني. طيب أستاذ أحمد